السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا كنت قاعد بذاكر ماث، وقلت إن أنا عايز بعد ما الفيديو يخلص إن أنا أعمل تحدي البرين روتينج، إن أنا أقعد ساعة ما أعملش أي حاجة. يعني أقعد أكتب، أقعد يعني ما أعملش أي حاجة خالص. ف سبحان الله، قبل ما الفيديو يخلص كان فاضل ربع ساعة ويخلص. قبل ما يخلص لقيت النت خلص، يعني جاب لي طلعني على الصفحة بتاعت وي، بيقول لي الكوتا بتاعتك خلصت، النت خلص. فحسيت ان هي اشارة. يعني انا مش محضر اي حاجة، انا حرفيا فتحت الكاميرا وقلت يلا نعمل فيديو. هو المفروض بيتعمل ساعة، بس انا ممكن اعمله ساعة، ممكن اعمله ساعة ونص، مش عارف. ولكن انا هثبت الكاميرا، او ممكن اعمله بعد كده بقول لكم الفوائد، لسه مش عارف. وهقول لكم مثلا اول تلت ساعة كانت كذا، اول نص ساعة كانت كذا، اول ساعة يعني بعد كده الساعة اللي بعدها. او يعني مثلا هقعد ساعتين يعني. هيبقى مثلا الاحساس عامل ازاي، الدنيا عامله ازاي. الواحد كان المفروض كل فتره يجدد التركيز بتاعه يعني في التشتت يعني اللي احنا موجودين فيه، المفروض يجدد التركيز بتاعه وينظف دماغه كده حرفيا، عن طريق حوار ان انت تقعد تحس بملل ما بتعملش اي حاجه بس. فهعمل فيديو واستنوني بقول لكم النتائج النهارده الصبح. يعني انا امبارح خلصت، بس بصراحه كسلت اصور النتيجه، فقلت يبقى الصبح في الجو بقى في شمس وفي اضاءه حلوه. معلش بس لو في صوت صوت غربان، عشان محافظتي اغلبها غربان. ولو حد عارف المحافظه بتاعتي يكتب في الكومنتس يعني. فيعني انا امبارح قعدت بالظبط ساعتين، يعني السكرين شوت هتظهر هنا على الشاشه. ساعتين يعني ساعتين وثلاث ثواني، مش عارف حاجه كده. فبالنسبة لي كنت ممكن اقعد اكتر من كده، وكنت ممكن اقعد يعني فترة اطول، بس انا مرضتش. علشان حسيت خلاص اللي هو انا خدت اللي انا عايزه، ومش يعني مش عايز ان انا عندي مثلا طاقة اكتر ان انا اقعد، او يعني خلاص. مش مثلا عشان انا مش عايز اقعد او اللي هو تعبت او كده، لا. بس انا يعني خلاص، يعني حسيت ان انا خدت كل حاجة. فانا يعني حطيت الترتيب، مثلا اول 10 دقايق، بعد كده ال10 دقايق اللي بعديهم، لحد الساعتين كاملين. وبرده جات لي بصراحه كميه افكار فيديوهات كويسه جدا، كاتب هنا في الكشكول ده. فانا هستعرض معاكم النتائج اللي جات لي، وباذن الله تعرفوا كده الترتيب كان ماشي ازاي يعني، وكانت الدنيا عامله ازاي. طيب بالنسبه لاول 10 دقايق يا جماعه، اول 10 دقايق كنت انا بعمل حاجات غريبه جدا. يعني حته مثلا ان انا يعني انا عندي مروحه سقف، تمام. فيعني اللي هي في السقف، فكنت مثلا بقعد اعمل بيت لصوت كل لفه وهي بتلف بتعمل صوت، فبقعد بقى اتخيل بيت في دماغي. وكنت بعمل حاجات مجنونه كده شويه، لو كنت مفيش حاجه بصراحه يعني تخيلتها او شفتها في الاوضه بتاعتي، حاولت ان انا مثلا احاول افكر فيها. ده اول حاجه جت في دماغي، يعني حوار المروحه ده. كنت بقعد مثلا ببص على اللمبة اللي هي اللي عندي في الأوضة، بقعد أبص عليها. الظل بتاعها بيقعد يتحرك لما انت بتفضل مركز على اللمبة اللي في أوضتك. أنا عندي اللمبة، فتقعد تشوف الظل بتاعها يقعد يمشي كده وبعد كده يختفي. ماشي، بالظبط. انا برضو في حاجة ان انا ما حاولتش ان انا اغني او يعني ادندن. حسيت ان ده بيديني توت دوبامين شوية، فخصوصا لو باحساس بقى، انت بتغني باحساس. فما حاولتش اعمل كده خالص. وحتى لو عملت كده كنت بتكلم يعني بطريقة بسيطة خالص، مش بغني، ما فيهاش احساس. يعني مثلا الاغنية بتقول لك انا بحبك يا كذا، وباحساس بقى انا بحبك. فانا بقول انا بحبك كده بطريقة كده جافة، مش مثلا باحساس، علشان احاول اخلي الموضوع ممل جدا بطريقه ما تتخيلوهاش. يعني برضو الموضوع كان اصعب بالنسبه لي عشان انا كنت حاطط التليفون بتاعي يعني جنبي، ما كانش معايا تابلت، ما كانش معايا اي حاجه. فانا كنت حاطط التليفون جنبي يعني خلاص. فدي حاجه صعبه. ممكن تقولوا لي عشان انت مفيش نت فانت ما قعدتش عليه او كده. لا، انا لو عايز اقعد على التليفون هقعد عليه اعمل اي حاجه. فانا يعني ما مسكتوش خالص. وكان هو اللي جنبي وهو اللي بيحسب التايمر، وكنت فاتحه وهو اللي كان معايا يعني في خلال الرحلة كلها. برضو في الجزء الأول اللي هو كان قبل الجزء ده، كنت تحسوني طاقتي كده يعني تحت، أو اللي هو مش مثلا متحمس أو مبسوط.
فهي دي الفكرة، ان انا مش عايز اشارك بس الوقت اللي انا مبسوط فيه او الوقت اللي انا عندي طاقة وحيوية فيه، انا عايز اشارك كل حاجة. الوقت اللي انا متضايق فيه، الوقت اللي انا حاسس ان انا مش افضل حاجة، اللي فرحان، اللي زعلان، اللي متعصب. فيعني كل حاجة انا يعني هشاركها معاكم، علشان يعني ما يكونش الموضوع بس مقتصر ان انا اشارك الافكار اللي عندي او اللحظات الكويسة او اي حاجة كويسة وخلاص، كنت عملت على الريلز على الانستجرام وخلاص. انما انا حابب اشارك الرحلة بتاعتي معاكم، ودي حلاوة اليوتيوب، ان انت بتقعد تتكلم كلام كتير وبيبقى فيديو كده تحس بقى بيبني علاقة ما بينك وبين المشاهد، عكس الريلز بتاعت الانستجرام يعني خالص. ده هدفي، ان انا اكون على طبيعتي قدامكم من غير اي تجميلات او كده يعني. وانا بعمل مونتاج علشان الواحد يعني فيديو ما يملش برضه، ما يكونش ممل قوي ان انا كاتب كلام كتير، وعلشان برضه الواحد ساعات بيتلعثم. ففي الاول كده يبقى في مونتاج لحد ما الواحد ياخد جرأته قدام الكاميرا ويقعد يتكلم بشكل كامل يعني من غير اي تقطيع. من بقى الدقيقه 15 للدقيقه 35 جات لي فعلا بقى افكار، بدا يجي لي افكار للفيديوهات بتاعتي، وكمان افكار بسكريبتات، بلاقي نفسي بكتب سكريبتس كامله. يعني مثلا انا من نوعيه الناس اللي عامه كنت بعمل كل حاجه بسرعه، كنت باكل بسرعه، كنت بكتب بسرعه، كنت بتاخر فبنزل بسرعه، بجهز بسرعه، كل حاجه كانت بسرعه، وده طبعا غلط جدا يعني. الواحد ما يحاولش يعمل كده. فانا كنت بحاول اقلل العاده دي، تمام. بس انا قللتها بشكل يعني مش كبير، بس بشكل يعني على الاقل مناسب يعني بالنسبه لي، وبحاول طبعا اكمل تقليلها. يعني هي قلت وعرفت اقللها، بس الا في الكتابه بكتب بسرعه، خصوصا ان انا خطي وحش اصلا. ف يعني عشان اكتب حلو بيكون بخط حلو لازم اكتب بالراحه، تمام. وانا ما بحبش كده، وانا بطبيعتي اصلا سريع فبكتب بسرعه وخلاص. فانا لقيت نفسي بكتب بسرعه دلوقتي، وانا يعني امبارح وانا كنت قاعد بكتب اللي بيحصل لي، فقلت ايه ده، طب ما اعمل فيديو عن حوار ان انت ما ينفعش تبقى سريع في كل حاجه. وعامه الهدوء ده اصلا مهم جدا، وهبقى اعمله فيديو مخصوص ان انت لازم كل حاجه تحاول تعملها بالراحه، الاكل بالراحه، اللي مش عارف ايه بالراحه، كل حاجه بالراحه. فانا جات لي الفكره من ان انا بكتب بسرعه، ان انا اعمل فيديو ان انت ما ينفعش تبقى بتعمل كل حاجه بسرعه وكده. فهي دي فكره ان عقلك بيحاول اي حاجه انت تعملها بيحاول يحللها لك، ويطلع لك منها افكار، ويطلع لك منها حاجات، ويحاول يخترع، يبتكر. لما انت تيجي ايام زمان تشوف الناس كانت ازاي بتخترع عن طريق التامل، اللي هم كانوا بيبصوا بيتاملوا. مثلا نيوتن ده، ليه التفاحه نزلت تحت مثلا، ما طلعتش فوق، ما طلعتش شمال يمين؟ فده تأمل، اللي هم فاضيين، فكان بيتأمل من كل حاجة يشوفها في الكون. فعشان كده جاب بقى الاختراعات والنظريات والحاجات دي. بس يعني من الدقيقة 35 بقى للدقيقة 50 كنت بفتكر حاجات حصلت لي خلال اليوم، وخلال الأسابيع اللي فاتت والشهور اللي فاتت. كانت بتجيلي أفكار متفرقة كده، فكانت بتجيلي كده في دماغي، مش لازم تكون مهمة، بس كانت أحداث بتجيلي وخلاص. برضه كان بيجيلي حتة مثلا إن أنا ليه ما تحطش صباعك في المروحة، هيحصل إيه يعني لو أنت حطيت صباعك في المروحة بتلف؟ فكان بيجي لي الافكار دي، بس انا بصراحه كنت بقاوم، ولا قلت لا مش هعمل ده اكيد لا يعني، وما عملتش ده فعلا. من الدقيقه بقى 50 لحد ما كملت ساعه كان نفس الكلام برضو، بيجي لي افكار فيديوهات كويسه جدا، وكنت بعد مش بعمل حاجه بيقعد يجي لي افكار من اللاشيء، كان عقلي بيولدها لي، فدي كانت حاجه كويسه. واللحظه دي انا اكتشفت ان انا ما جاش في بالي ولا مره خلال ال 50 دقيقه دي ان انا امسك التليفون. ما جاش كده في بالي لما تمسك التليفون تلعب عليه تضيع وقت، ما جاش في بالي خالص، وده ما اعرفش ازاي، مع ان التليفون كان جنبي وكان مفتوح. فما جاش في بالي ابدا، وكنت حاسس بالملل، كنت بحاول ما اعملش اي حاجه تخليني احس بالفرحه او كده. فدي حاجه غريبه يعني، دي هبقى اعمل عليها فيديو، ويعني احاول اسرش فيها اكتر، واطلع بيها بفيديو باذن الله يعني. فدي فكره لسه جايه وانا بسجل. في حاجه بقى انا عايز اقولها، لو انت حالك صعب، يعني انت مدمن جدا للسوشيال ميديا والسكرولينج، وان انت مش يعني تركيزك مش افضل حاجه وكده، التحدي ده يفرق معاك جدا جدا جدا، تمام. وهتلاقي كده دماغك حرفيا اتفلترت، جالك افكار، حاجات عايز تعملها مع لنفسك لاهلك، حاجات عايز تجيبها. انا بقى في اللحظه دي قلت اوقف ولا اقعد لحد ساعتين، فقلت اقعد لحد ساعتين. يعني انا كده كده حاسس ان انا خلاص دماغي بدات تبقى توسع اكتر، وفي افكار بتطلع اكتر، وانا اتعودت على الحوار بشكل كبير. فقلت اقعد كده الساعه التانية يمكن يحصل حاجه يعني. وفعلا قعدت ساعه كمان، الساعه واحدة لحد الساعه 1:05. لقيت نفسي كده بمثل ان انا مثلا حد بيضرب في دماغي نار، وانا بقى بحاول امثل واقاوم ان انا خايف، يعني خايف بقى ان انا هموت،
وعمال يقول لي هضربك وهموتك، اتجننت مش عارف شويه. فقعدت بقى احاول امثل بقى، واعتقد كان تمثيلي متوسط ما كانش حلو يعني. فبس ده حاجه حبيت اعملها يعني، جات لي تقريبا تلقائي اصلا، وانا لقيت نفسي بعمل كده فقمت عملت المشهد وجالي الفكره، فبدات اتجنن شويه. بس كانت تجربه برضو جديده. الساعه 1:05 بقى لحد 2:10 لقيت نفسي فجاه بتكلم انجليش، فجات لي فكره، طب انت ليه ما تعملش ما تمارس السبيكنج عندك، وتحكي اللي حصل لك خلال اليوم بتاعك، لان انا بقالي فعلا فتره كبيره ما مارستش جزئيه السبيكنج عندي في الانجليش، وتوقعت ان انا مستواي هيكون اقل بكتير ومش هعرف اعبر كويس وحاجات كتير تانية. ولكن لقيت نفسي بجد بتكلم بطريقه بفضل الله كويسه جدا. ولقيت ان انا يعني بالراحه ومش متوتر، وبتكلم بطريقه يعني كويسه وصح، والفلونس بتاعتي كويسه. فاتكلمت عن كل الاحداث بتاعتي خلال اليوم، وحاولت ان انا اتكلم بالراحه كده وبطريقه وبتريث. فقعدت حرفيا يعني حالة فلو ستيت، وهو اشرح عن حوار الفلو ستيت ده بس في فيديو تاني. الوقت عدى بيا بسرعه جدا جدا جدا. يعني من 1:05 ل2:10 عدى يعني اسرع 90% من الساعه الاولانيه. انتوا متخيلين؟ لقيت الوقت عدى بسرعه غبيه. مع اني ما اتكلمتش اعتقد كتير جدا، بس انا انغمست في الموضوع، واكيد اتكلمت كتير يعني، بس انا ما حسيتش بده. فقعدت اتكلم وفعلا اتبسطت ان انا عبرت كويس، و وشكرت نفسي، وان انا كنت في الاخر المحادثه يعني ان انا كنت اتكلمت كويس وعرفت اعبر كويس، وشكرت نفسي ان انا عملت التحدي ده. وبرده في حاجه مش عارف اقولها ولا لا بصراحه، بس انا خلال الساعه الاولى برضو سجدت ربنا ودعيته ان هو يهديني وان هو يعني يقربني منه اكتر وكده. انا بقولها كده من باب المجرب الطاعه يعني، فكل انسان يعمل ده، ان انا بقالي فتره فعلا ما عملتش ده. فلا يعني فعلا الملل لفت نظري حاجه شبه كده، ان انت دايما منغمس في الف حاجه، حتى لو انت فاضي بتبقى منغمس في السكرولينج. فلا يعني في حاجات مهمه جدا انت بتغفل عنها. فدي حاجه لازم تقدرها وتعملها يعني. طيب ده بالنسبه للتايم لاين بتاع الساعتين، وانا كنت ممكن اقعد اكتر من كده زي ما قلت لكم. وانتوا لو تعرفوا تقعدوا 3 ساعات 4 ساعات او يوم كامل كمان، يعني حاجه كده زي اليوم كامل مع نفسك حاسس بملل تام، لو انت تقدر يعني تعمل ده ومحدش يخش عليك او كده، وما تمسكش اي حاجه، هتحس بجد اكيد بشعور افضل بكتير. وانا باذن الله هحاول اعمل تحدي خلال الشهر الجاي، هيبقى 4 ساعات بدل ساعتين او 5 ساعات كمان. فيعني هشوف هل هيفرق في ايه، هل هكون ببالغ ولا هيكون اصح. وهقرا طبعا عن الموضوع ده قبل ما اعمله، فيعني هعمل ده باذن الله وهشارككم فيه يعني. بالنسبه للافكار بتاعه الفيديوهات، انا طلعت 18 فكره. هي دي مش 18 بشكل عام، بس ممكن 18 فكره يا جماعه. حوالي فكرتين او 3 دي حاجات انا عايز اعملها يعني، حاجات كده كانت في دماغي عايز اعملها، يعني افكار جت في دماغي قبل كده بس انا نسيت اسجلها فنسيتها. فهي جات لي تاني دلوقتي ان انا المفروض اعملها، وكانت حاجات مهمه فعلا، فكانوا حاجتين او 3. فاتبقى 16 تقريبا او 15. دول فعلا 15 فكره خالصين يعني كده من غير اي حاجات تانية لافكار فيديوهات. ففي منهم افكار حلوه جدا، وفي منهم افكار متوسطه، واعتقد في منهم افكار بسيطه يعني. انا ما قريتهمش بشكل كامل دلوقتي معاكم يعني، عشان نسيت بصراحه انا كتبت ايه امبارح. لا بصوا، هو اغلبهم يعني هقول لكم. بصوا هو اغلبهم افكار يعني توب تير حلوه فعلا، تمام بالنسبه لي يعني. والباقي افكار متوسطه، ممكن فكرتين او 3 بس يعني افكار مش ضعيفه، لان انا مش بنزل حاجه ضعيفه، او يعني لو شايف حاجه ضعيفه او ملهاش قيمه او ملهاش لازمه مش هنزلها يعني، فاهمين؟ لا لازم تكون حاجه مفيده فعلا ومختلفه. فممكن بس افكار اللي هو عادي يعني، مش مثلا كرييتيف او حاسس ان هي حلوه جدا. ممكن يكونوا 2 3 يعني، فاهمين؟ ولكن الباقي فعلا افكار حلوه، وما اعتقدش انها كانت هتجيلي وانا ما كنتش قعدت كده وحسيت بالملل. فلا يعني هما 2 3 بس اللي مش افضل حاجه، ولكن الباقي حلو يعني، تمام الباقي مش وحش. وبرده مش افضل حاجه اللي هما وحشين، ما مش افضل حاجه بالنسبه لي غير مش افضل حاجه بالنسبه لحد تاني، انتوا فاهمين؟ حته المعيار المثاليه دي بتختلف من حد للتاني.
ولكن هم اكيد لو مش كويسين بالنسبه لي اصلا مش هنزلهم. بس يا رب تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو ده، كانت نهايه كل حاجه. وبجد اعملوا التجربه والله هتفيدكم جدا جدا جدا. واعملوا طبعا يوم دوبامين مثلا ديتوكس. ده كده كده لازم يكون يوم في الشهر، يوم كل اسبوعين، يوم يعني على حسب انتوا تحددوه امتى، ولكن لازم ده يتعمل. ولازم يتعمل خلال اليوم، ان انت زي ما انا قلت في الفيديو قبل كده ان انت تقعد ساعه مع نفسك، يعني جنرال، تحس بالملل. ما تروقش اي حاجه، ما تعملش اي حاجه، خليك قاعد حاسس بالملل، يعني ما تعملش حتى حاجه مفيده، قاعد وخلاص. فلازم تحاول تضرب دماغك على ده، لان في الزمن ده بجد الموضوع صعب يعني. انا برضه حبيت اصور في الشمس بصراحه، الاضاءه افضل بكتير، لان انا كل مره بصور بالليل. بس يعني يا شباب، يا رب الفيديو يكون افادكم، وما تنسوش تجربوا التجربه. بس يعني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. الكلام ده بحبش اقوله والله، بس انا اكتشفت ان انت لما تيجي تعمل فيديوهات، حتى لو انت حابب ده، برضه بتكون عايز تلاقي دعم. يعني حد يعمل لك لايك، ده بيترجم في دماغك ان الناس مهتمه. حد يعمل لك كومنت كويس، يعني الناس اللي بتتفرج يا جماعه لاخر الفيديو بالله عليكم اعملوا كومنت. اي كومنت حرفيا. الحاجات دي بتدي يعني طاقه للواحد ان هو يكمل. طبيعي اي انسان مش بيلاقي تقدير هيحس ان هو مش قادر يعمل. مش انا الحوار ده الحمد لله لسه ما جاليش يعني، وانا حابب اللي انا بعمله، بس التقدير مهم يا جماعه. وكده كده الكلمه الطيبه صدقه يعني. فانا ما بحبش ده، بس اكتشفت مؤخرا ان ده مهم ان انتوا تطلبوا، لان في ناس فعلا بتنسى، وفي ناس بتكرف، و... يعني في انواع كتير، بس يعني ده بشكل عام يعني شيء مهم لصنع المحتوى وتقدير فعلا ليه. لو انت شفت فيديو وعجبك، ادعمه واعمل له لايك واعمل له سبسكرايب، اكتب له كومنت لطيف. ده بيساعد الفيديو ان هو ينتشر اكتر، وبيساعد ان انت فعلا يبقى في علاقه ما بين الشخص ومتابعينه. ودي اهم حاجه بالنسبه لي على فكره، اهم من العدد خالص. حتى لو 10 بس متفاعلين معايا، انا ده بالنسبه لي خلاص، مش عايز اي حاجه تانية. ولكن الافاده بتكون اكتر وبتكون اكبر، بتوصل عدد الناس اكبر، والشخص بيحس بطاقه ان هو عايز يكمل، واللي بيعمله ده بيتقدر. وطبعا اليوتيوب انتوا عارفين الرزق، يعني ممكن حد ينزل فيديو ما شاء الله يضرب، ممكن حد عشان يوصل 1000 مشترك بس ينزل 100 فيديو، فهي ده رزق، فاهمين؟ ولكن الناس فعلا اللي بتتابع بتستفاد. يا ريت تعملوا كومنت، ويعني تثبتوا وجودكم معايا، ونتكلم مع بعض ونتناقش. واي افكار تانية انتوا عايزينها، او حاجه شايفينها مش كويس حتى في الفيديو، او في انا شخصيا عادي تكتبوها. بس يعني دي كده حاجه كنت حابب اقولها. وبس يعني يا شباب، يلا سلام عليكم.